هو في حد ممكن يحكم على نفسه بالسجن؟ في سنة 1964 كارل لوك دخل عليه 3 عشان يسرقوه. كان عنده بندقية آلية، راح مخلص عليهم ال3. لما جه البوليس اكتشفوا إن ال3 دولت جيران كارل. أما راحوا المحكمة كانت القضية ماشية إنها حالة دفاع عن النفس، دخلوا عليهم فموتوا. النيابة اتهمت كارل لأن هو اللي قتلهم، دعاهم لبيته وقتلهم عشان هم كانوا دايما على خلاف معاه. كارل حس إن ممكن القضية تتشقلب وإنه يتسجن ظلم، فاتفق مع مراته إنها تخبيه في البدروم اللي في بيتهم وما تقولش لحد ولا الولاد حتى، ومشوا على الاتفاق ده وخبته. قعد في البدروم 27 سنة، يطلع بالليل ياكل من غير ما حد يحس بيه وينزل تاني. مراته ماتت والبيت اتباع وولاده مشوا وجم سكان ومشوا سكان، لغاية ما مرة ساكن قاعد سمع صوت حد بيكح. فضل ورا الصوت لغاية ما نزل البدروم وفتح لقيه. جاب البوليس لما جه وعرف قصته، الضابط قال له ايه ده، بس القضية دي انت اتحكم لك فيها بالبراءة، لان والدة ال3 دولت جت قالت ان هما كانوا بيخططوا لسرقتك وان انت قتلتهم لما راحوا لك البيت. انت سجنت نفسك ظلم. ساعات الانسان نتيجة اوهام في دماغه هو بس بيحكم على نفسه بالسجن مدى الحياة.